من أعظم 3 أندية في الوطن العربي؟ الوطن العربي؟ بس ايش معناته أعظم؟ جماهيريا، بطولات، وتاريخ. شوف، طبعا ما في شك ان الاهلي المصري انا بالنسبه لي في المركز الاول واحد على مستوى الانديه من ناحيه البطولات المحليه والقاريه. 2 والله وايد صعب السؤال صراحه، وايد صعب السؤال لان يلا كابتن. لا، اذا تبي تحكم عليها راح تحكم عليها من ناحيه جماهيريه. من ناحيه جماهيريه يعني عندك في المغرب الوداد والرجاء من الانديه الكبيره، عندك الزمالك في مصر، ابو مشاري لا تفصل، في تونس. لا تفصل، والله لا صعبة تفصل. صعبة. طيب ممكن اعطيك الاهلي خليجيا، ممكن لو نختصر لك الوضع واقول لك الهلال من ناحيه الانجازات القاريه والمشاركه العالميه. اوكي. السد ايضا من الانديه الكبيره على مستوى الاتحاد. فصعبه جدا، لكن كتب وانا اختار لها. شيبو، مين اعظم 3 أندية في الوطن العربي من حيث الجمهور والبطولات والتاريخ؟ بسرعة. 3 أندية في الوطن العربي. الاهلي المصري. 1. ها؟ الهلال السعودي. 2. والرجاء المغربي. 3. شكرا على الإجابة المختصرة. كابتن مشعل عبد الله لاعب المنتخب القطري السابق، من هي أعظم 3 أندية في الوطن العربي من حيث الجماهيرية والبطولات والتاريخ؟ بسرعة. 3 أندية. لا قول 3 أندية. أنا من وجهة نظري أي الأهلي المصري، الأهلي المصري، الهلال السعودي، الهلال السعودي، والاتحاد السعودي. والاتحاد السعودي. شكرا كابتن. الله يرحمه.